الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم حامة جميلة 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 جدا، نوع من اسم جميل زي البلد المنشأ عليه الحامة. اليوم هنتكلم عن الحامة شنو الدمشقية، ومن الاسم بلد هذا الحامة في سوريا طبعا. زي البيوت الدمشقية في سوريا في بابا الحارة، بيوت عجيبة السمحة عليه. الله بس يدينا بيوت زيها. المهم نرجع لموضوعنا تحديدا في دمشق، قصة السلالة دي. وهناك من يعتقد أنها جاءت من تركيا. مواصفاته القياسية: الرأس كبير نوعا ما ومستدير وقصير، وجبهته كاملة وعريضة، ورأسه مسطح قليلا عند قمة الجمجمة ولكن بشكل بسيط. المنغار كثير، وكلما كان أكثر كلما كان أفضل. يريد الكشك يعني، ولكن ليس قصيرا جدا. لونه أسود، والخط العلوي منحني قليلا نحو الانخفاض. ثانيا التعريض الزائد اللحمي على المنغار، صورية اللون، وعليها مسحوق لونه أبيض، ولها شكل غلق معتدلا بالشكل. العيون مشرقة جدا وعميقة، لها لون أحمر والأحمر العيون هو أفضل، والعين الأحمر هي أفضل. الجفون مسطحة وكبيرة نوعا ما، ولها لون البرجر مائل للسواد والبرفور. القوام في الشكل والحجم تشبه الحمامة الدمشقية لحد كبير الكومة. ممكن أن تكون الحمامة الدمشقية أكبر قليلا، مع اختلاف بينهما وبين البوم الإنجليزي. البوم الإنجليزي ده نوع بنتكلم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع اختلاف بينهما وبين البوم الإنجليزي بالهداب الموجود على الرقبة. الحلقة بها الحمامة الشكلية. الحمامة شكل لطيف، يأتي بشكل دائري متناسب مع المرء. صدرها واسع وبارز وعميق، ويتناقص تدريجيا بشكل لطيف حتى يصل إلى الذيل. أجنحته قصيرة، وينبغي أن تكون قريبة من الجسم، وأطراف أجنحتها لا تلمس ذيلها أو أقل ملامسة. وعقاب الجناح يجب أن تكون بارزة وقريبة من الجسم. والذيل طوله متوسط ويجري بخط مستقيم مع بقية الظهر. الساقين يجب أن تكون قصيرة وحارة تحت الرقائق. مع ظاهر لونها أسود. اللون واحد مع النقاط الرئيسية لهذه الحمامة هو لونها جلدي، لونها فحمي لتكون ذرات خفيفة. لونها مائل للأبيض مائل للبرة فاتح يا الرأس الله والكتفين. تسد على الأنف والخطوط والأطراف. لون أبيض عن زي الشرطي، لكن يقول شرطي، الناس يقول أخضر. الله أعلم غايته هي زرقاء في نهاية الاسم الحقيقة. وهنا المصريين بيقولوا جمعيات. المصريين غاية يشتروني بعيد. هنا نحن زمان ساعة وقت السعادة أنا أقول للحامدة شرطي، يكون في خطوط يكون لون الزهر كده، وفي خطوط بنقول عليه شرطي. غريبا الناس عن حسب الزي العسكري اللون الأزرق. المهم ويجب أن تتناسب هذه الخطوط على كل الجناحين، يعني تكون متناسبة بجانب في نهاية الجناحين وديك نهاية الجناحين. وأطراف أجنحتها لونها أيضا أسود خفيف مائل للون الرمادي أو الفحمي، بالإضافة إلى أطراف الذيل. فالذيل وأطراف الأجنحة والخطوط يجب أن تكون خالية من
اللون الأبيض. والله أنا رأيته انتهى التقرير هنا، لكن أنا عن نفسي حاولت والله ما شاء الله من الشكل من ناحية مرغوبة، وللأسف ما صادفتها في السودان. إن شاء الله صادف زيها، وإن شاء الله يلقى علي جوزها إن شاء الله هنا. أتمنى يكون عجبكم التقرير، وما تنسوا الإعجاب في الفيديو ودعمنا بالتعليقات. زي ما عارفين القناة جديدة في المجال ده. ربنا يصلح الحال، وجزاكم الله خير على المتابعة. شكرا.